بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي، الآن نبدأ بحل أسئلة الدور الأول لعام 2014. السؤال الأول فرع باء. أعطى محلول بفر وأعطى قيمة للبي اتش، وهذا البفر هو مكون من قاعدة ضعيفة اللي هي الأمونيوم وملح قاعدي اللي هو كلوريد الأمونيوم. المطلوب هي نسبة الملح إلى الحامض، علما أن قيمة الكي بي تساوي 2 في 10 أس ناقص 5. بهالحالة نستطيع إيجاد قيمة البي كي بي وقيمة البي او اتش، حيث أن البي كي بي راح تساوي لي ناقص لوغاريتم كي بي وتساوي لي 4.7. البي او اتش راح يساوي 14 ناقصا بي اتش ويساوي لي 5. ثم نطبق القانون او نضع المعادلات كما امامنا، ونطبق القانون اللي هو البي او اتش يساوي لنا البي كي بي زائد اللوغاريتم تركيز الملح على القاعدة، والمجهول فقط هذا الكسر اللي هو بعد قيمة اللوغ. فنجد انه هنا عندنا البي او اتش 5 والبي كي بي 4.7 ننقل قيمة 4.7 الى الطرف الثاني راح يساوي 3/10، وهنا اللوغ راح ناخذ لوغاريتم 3 نقلبها ونحصل على قيمة الكسر اللي هي تساوي 2، لأن هو أعطى لوغاريتم 2 تساوي 3/10. السؤال الثاني اللي يخص أسئلة الحرارية، وهذا هو التفاعل أمامنا. المطلوب هو حساب التغير في انثالبي التكوين القياسية لأكسيد الأمونيوم، ثم التغير في انثالبي الاحتراق. الانثالبي التكوين القياسية راح تساوي انثالبي التفاعل على عدد مولات التكوين. انثالبي التفاعل هو هذا الرقم، عدد المولات اللي هي راح تكون 2 مول. ليش؟ لأن هو هذا القانون من خلال تعريف حرارة التفاعل لمول واحد. حرارة التكوين تعريفها يقول انه تكوين مول واحد من المادة من عناصرها الأساسية. احنا هنا عندنا مولين، نقسم على 2 ونستخرج هذه القيمة. اما الاحتراق التفاعل الاحتراق القياسية اللي هي هذه المعادلة مالته. الاحتراق القياسية عدد المولات هنا للاحتراق الألمنيوم ايضا 4، لذلك نقسم على 4 ونستخرج هذه القيمة من بناء على تعريف حرارة الاحتراق اللي هي احتراق مول واحد وليس 4 مولات، مول واحد من المادة ويعطي نواتج الاحتراق. السؤال الثاني باء. بالاعتماد على نظرية آصرة التكافؤ، المطلوب حساب أو معرفة نوع التهجين، الشكل الهندسي، الصفة المغناطيسية لهذا المعقد اللي هو رباعي أكوا كوبالت، ثم حساب ميو قيمة قيمة الحساب العزم المغناطيسي، علما أن العدد الذري للكوبالت 27. فأول ما نحسب من خلال هذا المعقد نعرف العدد التأكسدي للكوبالت ايش قد. العدد التأكسدي هنا راح يكون موجب 2. ليش؟ لأنه 4 في هذه الجزئية المتعادلة شحنتها 0، فتكون 4 في 0 زائدا اكس اللي هي قيمة العدد التأكسدي للكوبالت يساوي لنا الشحنة الكلية اللي هي موجب 2، إذا اكس يساوي لنا موجب 2. إذا الكوبالت راح يفقد 2. نبدي أول شيء نرسم التوزيع الإلكتروني إلى راح يكون عندنا الأرغون 18، ال 3 دي بي 7 إلكترونات، ال 4 اس إلكترونين. هنا
يفقد الالكتروني ذني مال 4s. ليش؟ لانه هذا الليجاند ضعيف، الماء ليجاند ضعيف وراح يفقد من 4s. فلما بهالحالة راح تدخل الليجاندات هنا، تكون عندي 4 ليجاندات مثل ما تشوفون، هذا 4 باي 4، فواحد بالاس و3 بالبي. فبهالحالة راح يحدث تهجين من نوع sp3. بما أن تهجين من نوع sp3 إذن الشكل الهندسي هو رباعي الأوجه منتظم. عدد الإلكترونات المفردة هنا بدي لاحظها 3 إلكترونات، يعني الصفة بارامغناطيسية. إذن بهالحالة نقدر نحسب قيمة ميو. قيمة ميو راح تساوي لنا عدد الإلكترونات المنفردة في عدد الإلكترونات المنفردة زائد 2، الكل تحت الجذر. عدد الإلكترونات المنفردة 3، وراح يساوي لنا جذر ال 15. جذر ال 15 أعطي بالسؤال هذه القيمة. طبعا الطالب الذكي من منطق السؤال يعرف انه هذا القيمة الجذر يعني ما اعطيت اعتباطيا، هي اعطيت لغرض المساعدة، لكن بما انه اعطيت هنا قيمة لجذر ال 15 فاصبح عنده فد حدث انه هذه الصفات بارامغناطيسية، اكو الكترونات منفردة. السؤال هنا بالفراغات: قيمة التغير في الانتروبي لتبخر الماء في درجة غليانه، علما ان حرارة التبخر 44 كيلو جول. اذا نقسم حرارة التبخر على درجة الغليان راح نحصل على قيمة التغير في الانتروبي. فدرجة الغليان للماء هي 100 المعروفة، 100 سيليزي زائد 273 يعني راح يساوي 373 كلفن. نقسم 14 على 373 راح يساوي لنا 11%. هذا عندنا ثابت الاتزان، ثابت الاتزان المطلوب، وأعطي ثابت سرعة التفاعل الأمامي والخلفي. راح نقسم الأمامي على الخلفي، هاي القيمة على هذه القيمة، راح نستخرج ثابت الاتزان. هنا حساب معامل الوزني للحديد في هذا المركب، في خامات هذا المركب، علما أن العدد الذري للحديد كذرة 56، والعدد الذري أو الوزن الجزيئي علما لهذه الصيغة اللي هو أكسيد الألمنيوم الحديد ديك، أكسيد الحديد أكسيد الحديدوز وليس الحديديك، هنا راح يكون 160. فبهالحالة نطبق القانون اللي هو جي اف يساوي اي على بي. كتلة المادة المراد تقديرها اللي هي من هي الحديد المطلوبة، قال هو الحسبة للحديد، اذا هي راح تكون هنا بالبسط على كتلة المادة اللي اعطاني اياها، المادة الموزونة اللي هي كتلتها المولية هذه 160. الاي والبي هنا شلون؟ الاي والبي لازم يكون عدد الذرات للذرة المطلوبة يكون مساوي بالبسط وبالمقام. فهنا ذرة واحدة وهنا ذرتين Fe2، لذلك راح نضرب البسط في 2 والمقام في 1، فيكون 2 على 1، يعني راح يكون عدد الذرات للحديد راح يكون مساوي بالبسط والمقام في كتلة المادة المراد تقديرها على كتلة المادة الموزونة، ويساوي لنا هذا الرقم. إذا كانت درجة تفكك مول واحد من ال N2O4 إلى NO2 هي 20% عند درجة حرارة 27 وضغط 1 أتموسفير في إناء حجمه 1 لتر. احسب قيمة الكي بي. أول شيء راح نكتب المعادلة ونكتب الفرضية. هنا عندنا المادة 1 ضغطها قبل التفاعل هو 0، بعد التغيير أصبح هنا عدد المولات 2، إذن زائد 2x. هنا أصبح 1 ناقصا x، هذا الاكس مال قيمة التغير، فيكون هاي 1 ناقصا x هي قيمتها 8/10، وهاي 2x هي قيمتها 4/10. هاي منين اجتنا؟ الاكس اللي هي احنا هنا قلنا 1 ناقصا قيمة الاكس اللي هي درجة التفكك
درجة التفكك راح تساوي لنا هذا قيمة الإكس هي 20 على 100، أي يساوي لنا 2/10 مولاري. 20% من المادة تفكك، 20 على 100 2/10 مولاري. 1 ناقص 2/10 يساوي لنا 8/10. إذا هنا 2 إكس يعني 2 في 2/10 ويساوي لنا 4/10. إذا نريد نحسب قيمة الكي سي يساوي لنا تركيز المواد النواتج على المتفاعلات. تركيز المواد الناتجة هنا راح يكون عندنا 4/10 في 4/10، لأنه عدد المولات 2، يعني 4/10 تربيع على 8/10 ويساوي لنا هذا الناتج. التغير في عدد مولات الغاز يساوي لنا عدد مولات النواتج ناقصا عدد مولات المتفاعلات. عدد مولات النواتج هنا 2 وهنا 1، 2 ناقصا 1 ويساوي لنا 1. بما انه يساوي لنا 1 اذا راح نطبق هذا، يعني قيمة هنا موجبة، معناها عدد مولات النواتج اكثر من عدد مولات المتفاعلات، لذلك راح نطبق هذا القانون كي بي يساوي لنا كي سي ار تي، تغير في عدد مولات الغاز. اذا الكي سي اللي هو مطلوب في السؤال راح يساوي لنا هنا 2/10 اللي استخرجناها من هنا اللي هي 2/10. عذرا هنا كي بي وليس كي سي، وهو المطلوب بالسؤال كي بي. فالقيمة الار هذه المعلومة، والتي هي 300. ليش؟ لأنه 27 زائدا 273 يساوي لنا 300، وراح يساوي لنا هذا الرقم. السؤال الرابع: تستعمل برمنجانات البوتاسيوم في تفاعل التأكسد والاختزال، فإذا تفاعل هذه المادة في محيط متعادل كعامل مؤكسد لتنتج لنا أكسيد الأمونيوم، ما قيمة الإيتا لبرمنجانات البوتاسيوم، وكم هي عيارية يعني نورمالية، وهي نورمالية أو وحدة تعبير على التركيز بدلالة الوزن المكافئ ليس الوزن الجزيئي، اللي تركيزه 5% نورمال. أول شيء إحنا هاي المادة أكسيد المغنيسيوم، هذا برمنجانات البوتاسيوم، برمنجانات البوتاسيوم، وهنا أكسيد المنغنيز المادة الناتجة. نلاحظ هنا العدد التأكسدي للمنغنيز هنا يساوي ل7. شلون حسبنا 7؟ بالنسبة للأكسجين العدد التأكسدي مالته -2 معروف، 4 في -2 زائدا اكس زائدا بوتاسيوم موجب 1 كل شحنته متعادل يساوي 0. راح ننقل ونستخرج قيمة الاكس اللي هي تساوي لنا 7، بينما هنا قيمة الاكس تساوي لنا 4. الفرق بيناتهم هي قيمة الايتا، هنا 7 وهنا 4، الفرق بيناتهم يساوي لنا 3. إذا النورمالية عندنا قانون للنورمالية يساوي لنا المولارية في الإيتا، المولارية اللي هي 5% مولاري في الإيتا اللي هي 3 ويساوي لنا 15% كوفيلنت على لتر. السؤال الخامس المطلوب هو حساب الذوبانية للملح شحيح الذوبان بدلالة غرام على اللتر لمادة هيدروكسيد الخارصين. هذه أول ما نكتب معادلتها، معادلة التفكك مالتها، ونستخرج قيمة الكي اس بي ثابت التفكك اللي هو يساوي تراكيز الأيونات. لأن تراكيز الأيونات هنا العفو خطأ مطبعي، ليس تركيز أيون المغنيسيوم بل تركيز أيون الزنك، يعني تركيز أيون الخارصين، فقط هنا اشتباه. لكن احنا المهم هذا صحيح، الحل هنا صحيح بالفرضية. هنا قيمة عدد المولات مالته هذا اس، هذا 2 اس، 2 اس الكل تربيع ويساوي لنا 4 اس تكعيب. قيمة الكي اس بي هذه معلومة اللي هي 1 و2 في 10 ناقص 17 يساوي لنا 4 اس تكعيب. نجذر بالبداية نقسم على 4 وبعدين ناخذ الجذر الثالث يعني بجذر الطرفين نحصل على قيمة ثابت الذوبانية.
لما نرادها هو بوحدات غرام على لتر، بما انه الوزن الجزيئي هي غرام على مول، فمن نختصر غرام على غرام شو بقى لنا؟ يصعد هذا مول على لتر. اذا راح نسوي وسطين بالطرفين، نضرب في قيمة الوزن الجزيئي، قيمة الوزن الجزيئي اللي هي معلومة 99.4 وهو لم يعطيها اعتباطيا، فراح نضرب في هذه القيمة، قيمة الوزن الجزيئي أو الكتلة المولية، راح نستخرج الذوبانية بوحدات غرام على لتر. السؤال السادس اللي هو هذا التفاعل المتزن، ويطلب من عندنا معرفة تأثير هذه العوامل، زيادة الضغط يعني زيادة الضغط أو نقصان الحجم، خفض درجة الحرارة. الحل في السؤال الحل هذا أمامنا، أما أنه التفاعل يرجح نحو عدد المولات الأقل، وثابت الاتزان ما إلى أي تأثير بالنسبة لزيادة الضغط. أما بالنسبة لخفض درجة الحرارة فتبريد التفاعل يرجح التفاعل نحو الباعث يعني الخلفي لهذا التفاعل، وثابت الاتزان. السؤال السادس أي الفرع الثاني، هل يمكن حفظ محلول كبريتات النحاس في إناء من النيكل أم لا؟ مع ذكر السبب. أول ما راح نسوي خلية من قطبين، هي قطب الآنود وقطب الكاثود، وننزل جهود الاختزال. طبعا قطب كما اتفقنا انه الكاثود هو دائما اللي ياخذ جهد اختزال اكثر للقيمة الاكثر، ونستخرج قيمة جهد الخلية. وهنا بما انه التفاعل التلقائي راح يستمر بالأكسدة بالتآكل، لذلك لا يمكن الحفظ لحصول تفاعل بين ايونات الفلز وإناء النيكل. وتقبلوا تحياتي استاذ مادة الكيمياء استاذ صباح العارضي. واذا اكو اي استفسار يرجى مراسلتي على هذا البريد الالكتروني، هذا باللون البنفسجي هنا صباح اي دوت هاي نقطة مالك @uokufa.edu.iq. وشكرا جزيلا لإصغائكم.